جذور الأرض تحييها، أنا ما أوفيه في شعري ولا يوفي حبر الأقلام، لأنه سيرة عطرة تبكي عين قاريها، على هرقل، على كسرى، على وجيه الكفر لطام، غزا هرقل ومن غيره الأول كان غازيها، على أخير ملوك الأرض، على أول ملوك الشام، على مهلك جيوش الروم، لا عليت نواصيها، كثر ما رددوا ناس بمكة يلبسون إحرام، لو أجيب القصائد في صفاته كيف بحصيها، رضي الله عنه. طيب الآن أنا بس أرد عليك ارتجالا. أحسن قصيدة أنا أرد عليك ببيتين هاي ارتجالا. خمارات وسط أمة الإسلام، معاوية الصعلوك بانيها، وأمه هند معروفة براياتها، واطيها وعاليها. هاي أنا بالطريقة أردها عليك. زين. الآن نرجع إلى موضوعنا. أخونا سماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، أنت ذكرت مسألة وأنا سماحة الشيخ علق. شيخنا، الاستجابة متعلقة بشخص النبي والولي صلى الله على محمد وآل محمد، بشخص النبي والولي، ولا متعلقة بالله تبارك وتعالى؟ أولا أنت في بداية الحلقة ذكرت كلام أبو العلاء البخاري. هذا أبو العلاء البخاري للأسف يعني ما فهم حديث الرسول من قال لأخيه يا كافر، يعني هذا يكفر، وتعرف هذا ما يقول به عالم من العلماء، يكفر، يقول من قال شيخ الإسلام فهو كافر. يا رجل يا رجل، شيخ الإسلام اتفقت الأمة على مشيخته وعلى قدم علم. اسمع، ما جميع المذاهب الأربعة كلهم مدحوا ابن تيمية. اسمع، يقول هذا السبكي الشافعي يقول لبعض يعني تكلموا في ابن تيمية فقال والله يا فلان، والله يقسم، يقول والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى. نقطة آخر السطر. نعم. أيضا اسمع ماذا يقول ابن سيد الناس. ابن سيد الناس أيضا يمدحه ويثني عليه. أيضا كثير من العلماء الذين ترجموا لابن تيمية ذكروا مكانته وذكروا علمه. أيضا هذا الحنفي. ايوه، هو الناس مختلفون، واحد يقول زنديق، واحد يقول زين. طبعا لا شيخنا الحبيب عبد العزيز، شيخنا انا الان وانت نفسك انت تدري، واحد يقول يحب الشيخ واحسنت شيخنا، وواحد يقول عليك زنديق، واحد يكفرك، واحد كذا. انا ايضا نفس الشيء، واحد يقول زنديق، واحد يقول حباب، واحد يقول خوش ولد. لكن اللي اردنا ان نقول ان عندما ذكر فضيلة الشيخ سلطان ابو سلطان أنكم لا تفهمون في مصطلح السنة، فأردت أن أقول له أنه السنة أيضا عندهم رؤية لجماعة ابن تيمية وجماعة محمد بن عبد الوهاب والسلفية، فلسنا نحن الذين فرقنا بين هذا وذاك. يا شيخنا الآن، شيخنا أرجوك جاوبني على سؤالي، متعلق الاستجابة بالنبي والولي أم بالله تبارك وتعالى؟ بالله عز وجل. الله يرحم والديك. ليش هنا في النبي توحيد وفي غير النبي شرك؟ والمستجيب هو الله. أحسن، لأن هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لم يتبركوا لا بأبي بكر ولا بعمر. هدوء نقطة لا خلينا شوف أنا وياك هادئين. إذن أصل المسألة ليست بشرك، اتفقنا، بعدين نجي إلى الخصوصية. إذن الآن اتفقنا أصل البركة من الجماد، من قطعة قماش أو من كوب أو من ماء أو من نخامة أو من كحل أو من شعراية أو من شغلة أخرى، هذه ليست بشرك، اتفقنا؟ في عهد النبي صحيح. لا أنا ما عندي. لا يا شيخنا، أنا كلامي ما في، كلامي أصل التبرك بالجماد ما له علاقة بعهد النبي. يا أخي هو ثوب، الآن في عهد النبي الخياطة خيطته والخياط خيطه، وبعد هو قماش مستوردي من اليمن، حاك باليمن حاك له قماش وخيطناه بزمن النبي
وخيطناه الآن، ما له علاقة. أصل التبرك بقطعة القماش أو بالجماد أو بالكوب هذا ما هو شرك. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ لا ما اتفقنا، ما اتفقنا. يعني تتبرك بقطعة قماش هذا تبرك ممنوع، ماذا تستفيد منها؟ زين الآن هدوء اسمع. الآن ثوب النبي الموجود عند أسماء، يا أخوان ثوب النبي افرض تبرك بعرق النبي، صح ولا تبرك؟ طيب هذا معروف منفصل من جسد هدوء بس طيني مجال اخواني. هذا الثوب يا ابا عاشه اسمعني، ابا عاشه اسمعني. هذا الثوب فيه ريحه النبي وفيه عرق النبي، غسلوه بالمي وطلعوه ورجعوا غسلوه وطلعوه، ادري كلبت الريحه ورجعوا غسلوه وطلعوه ورجعوا غسلوه. 100 صحابي 200 صحابي يشربون المي. الآن راحت القطعة، انفصال القطعة بجسد النبي راحة، أو أن هذه القطعة ريحة النبي باقية في هذا القميص. العبرة بالقميص، قميص النبي. حجينا سؤال للأخ أبو عائشة الآن. هذا ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ أبو عائشة في حياته وبعد موته إلى عهد قريب. أما الآن الزمن عندي يقول لك لا، الآن في هذا الزمن التبرك ممنوع لأن ما في أثر النبي، انتهت. يعني هسه الآن إذا أثر للنبي صلوات الله عليه وآله موجود، مثل هذه الجبة التي كانت عند أسماء تغسلها يتشافى بها المرضى في صحيح مسلم، إذا هذا الأثر موجود، الجبة موجودة الآن، الذي يستشفي بها يجوز هذا أم شرك؟ هاي نفس الجبة. أولا أثبت أنها موجودة الآن. لا إذا كانت سؤال إذا كانت موجودة في هذا الزمن لا تجد شيئا من آثار النبي. أخي إن كانت موجودة هسه الآن، إن كانت نقول سؤال افتراضي الآن إذا طب ليش تتبركون؟ اسمع، ليش تتبركون بأستار الكعبة؟ لماذا تتبركون بماء زمزم؟ لماذا تتبركون بالحجر الأسود؟ هم الحجر الأسود كان لابس فيها أدلة شرعية. طيب حجينا سؤال مبني على هذا السؤال. طيب التبرك بهذا الأثر في وقت الصحابة بجبة النبي صلوات الله عليه وآله، بهذا الأثر لكونه جبة عادية أم لكونها جبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكونها جبة النبي وانفصلت عن النبي. طيب هذا التأثير الذي فيها والبركة التي فيها مستمدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميت، مستمدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميت أم من شيء آخر؟ لا، الله جعل فيها البركة، جعل فيها بسبب من؟ هي من الله، البركة من الله. بسبب من؟ لماذا؟ بسبب ماذا؟ جعل فيها البركة بسبب ماذا؟ بسبب أنها جبة محمد صلى الله عليه وسلم. جبة محمد الميت. اللهم نعم. يعني الميت يضر وينفع من خلال جبته. ما يضر، هذه جبة يتشافون. يعني أنتم الآن انتفعتم به وهو ميت من خلال جبته، صح؟ لا النبي ما نفعنا بعد موته، ما انتفعنا به. هاي الجبة مو يعني هو ما ينتفع بس جبته تنفع. الجبة تنفع ولا لا؟ الجبة نوع من أنواع الشفاء، نوع من أنواع بعد الموت، بعد الموت تنفع ولا لا؟ بعد موت النبي. بعد الموت نعم موجودة. شعر النبي كان موجود بعد موته. أم حرام كان يعني الآن هذا الشعر الموجود بتركيا اللي قبل فترة وأرسلوا شعراء من شعرات، هذا كذب. يعني تركيا كذابة. لما الآن أردوغان لابس الكفوف، لابس الكفوف. يعني شعر النبي منذ 1400 سنة، وش ذا الكلام هذا؟ إذا كذب، إذا تبركت بها وأنا بنيتي إنه شعر النبي، شرك لا مو شرك؟ لا ما في شعر النبي الآن، ومن قال لك فهو كاذب. يا أخي أنا صديقي مدير المتحف قال لي هاي شعر النبي. ما عند أبدا، صديقك صاحب المتحف هذا مبتدع. طيب الآن معاوية بن أبي سفيان يا شيخ أبو عائشة، معاوية بن أبي سفيان حينما طلب أن يدفن معه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينفعه ذلك أم لا؟
اعطني الروايه، انا ما وقفت على هذا الشيء. زين انت ما وقفت على هذا الشيء. طيب طلع الرواية سيدنا، طلع الرواية. ابو عاشه اذا التبرك الان، التبرك بغير اثار النبي، هذا شنو؟ شرك ولا هو ايش؟ ولا بدعه ولا ايش؟ لا، بدعه، نوع من انواع البدع، وربما تكون وسيله الى الشرك. نحن لا نتبرك بالصالحين، الصحابه لم يتبركوا بغيرهم. زين الان التبرك فقط بالنبي النووي في حديث الجبة الذي ذكرته أنت قبل قليل يقول ونستدل من هذا، طبعا اختلاف العبارة بصياغتي، ونستدل من هذا الحديث جواز التبرك بآثار النبي وبآثار الصالحين. الآن النووي مبتدع؟ لا ما النووي معناه يعني يذكر بالصالحين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لا هو يقول لا ابو عاشه، هذا الكلام مو صحيح. الان هذا كلام النووي واضح، يقول هو ذكر جبة النبي. خلي اقرا لحظه اقرا لك النص، وبالمناسبه النووي عندما ذكر، اذا سيدنا جهزت بالحديث تفضل، بين ما انا استخرج له الكتاب الذي ألفه إن شاء الله. الآن لحظة أنا الآن أستخرج لك جواز التبرك بالصالحين، سائر الصالحين. لحظة الآن، شوفوا إخواني، أنا الآن كنت أتكلم من حفظي، الآن سأستخرج لكم النص التبرك. لحظة إخواني، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا إخواني، اسمع، يقول هذا جملة موارد في المجلد الأول صفحة 22، يقول اعلم أن في اعلم أن لي على موضع لأتخذه مسجدا، أي موضعا أجعل صلاتي فيه متبركا بآثارك، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه التبرك. هذا رجل قال للواحد تعال صلي عندي في البيت، فقال له ليش؟ قال له حتى اتخذوا من مصلاك، الموقع اللي صليت فيه، أتبرك به. هو النووي يقول وفي هذا ففيه التبرك بآثار الصالحين، وفيه زيارة العلماء، هو مجرد عالم زار وأنا أتبرك به، العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياه، وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. هذا يلا تفضل الآن النووي يقول إنه يجوز أن أستدعي أبو عائشة الصالح، يجي أبو عائشة يصلي ببيتي، المكان اللي صلى أبو عائشة فيه، يقول جواز التبرك بالصالحين. يلا الآن نقول إنه النووي مبتدع ووسيلة من وسائل الشرك عنده. تفضل. رحم الله شيخ الإسلام النووي، رحم الله شيخ الإسلام النووي. أنت ما فهمت كلام النووي. يلا اقرأ فهمنا. أنا ما فهمت، أنا ما أفهم، أنت اقرأ النص وفهم. أريد أن أفكك لك عبارات النووي رحمة الله. يلا تشرب لك كوب ماء بس دقيقة وفكك. يلا. طيب، النووي ذكر حديث عتبان الذي صلى النبي في بيته. ثم بعد ذلك النووي عقب ماذا قال؟ وفيه أن الصالحين إذا صلوا في بيتك تتخذ المكان مصلي تصلي. يذكر من؟ يذكر النبي، أقرب مذكور هو. لا التبرك بالعلماء. شيخنا اسمع الكلام. شيخنا اسمع الكلام، انت اقرا الكلام، انت اقرا. انا ضوج من تسوي هاي الطريقه. شيخنا اسمع فيه ماذا يقصد النووي. اسمع اسمع ماذا يقول وكل وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم. قوله فخط لي مسجدا، أي
أي أعلم لي موضعا لأتخذه مسجدا، أي موضعا الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ للرسول. يأتيك أجعل صلاتي فيه متبركا بآثارك والله أعلم. وفي هذا الحديث، اسمع، وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه التبرك بآثار الصالحين، وفيه زيارة العلماء والفضلاء. يعني أحسنت. هو يتكلم عن رسول الله، ما يتكلم عن غيره. لا، الصالحين والعلماء والفضلاء. هو يتكلم عن رسول الله. رسول الله. شيخنا هذه المخالفة العقدية التي اعتبروها من النووي ذكرها حسن آل مشهور. لا النووي المشكلة اصبر راح اذكر لك ان علمائك قالوا هذا عناد، والله العظيم عناد، هذا ليس عنادا، والله عناد. شيخنا هذا سأذكر لك مورد، واذكر لك ان علمائك ذكروا ان هذا المورد هو خطأ من النووي عندما قال في آثار الصالحين. وانا اقرا لك مورد اخر. كلام النووي ما يحتمل إلا أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يتكلم عن حديث عتبان عندما أتى النبي وصلى في بيته قال يستحب زيارة العلماء، يعني أن النبي زار فلان فالعالم يزور شخصا، ما مشكلة. فهو يتكلم عن النبي. اسمع ماذا يقول في المورد الآخر. يقول لغتان مشهورة، وقولها بصبي يرضع وهو بفتح الياء أي رضيع وهو الذي لم يفطم. أما أحكام الباب ففيه استحباب تحنيك المولود فيه التبرك بأهل الصلاح والفضل. يعني الرسول لا تسمع. وفيه يعني الرسول يا بتعطيني مجال، خل أقرأ. يقول وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك. أهل النبي. يهو بابا يقول أهل الفضل والتبرك، يقول النبي هو النبي صح. هو مورد، اسمع، مورد النبي عندما يحنك إنسان يقول ناخذ. الله يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يحنك. هذا والله عناد على خلاف اللغة العربية. هو يقول أنه هذا المورد نتخذ منه جواز أخذ الطفل الرضيع لأهل الصلاح والفضل للتبرك. شنو يعني هذا الكلام؟ واضح. يعني هو يتكلم عن تحنيك الأطفال عندما كانوا يأتون بأطفالهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وكلام النووي كله موجه للنبي. ولماذا قال أهل الفضل والصلاح؟ الرسول هو أهل الفضل والصلاح. الرسول هو أهل الفضل والصلاح. والله هذا شيخنا هاي معاندة، وهذا الكلام لا يعني كلام حقيقة يتعب يعني لا النووي سلفي زين. رحمه الله. اسمع ماذا يقول وفيه تأخير وتقديم فتوضأ إلى أن قال تبركا بآثاره صلى الله عليه وآله. واضح بهذا. وقد جاء مبينا في الحديث فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه، ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. يعني الرسول حجي هذا الحديث من تاريخ الطبري وهو صحيح السند. يقول ذكر العلة التي كانت فيها وفاته. يقول حدثني أحمد بن زهير، هذا أمامكم إن شاء الله على الشاشة حجينا، عن علي عن سليمان بن أيوب عن الأوزاعي وعلي بن مجاهد. طبعا لا تقول لي باكر خاف واحد يعلق علينا علي بن مجاهد كذاب، هنا الأوزاعي ثقة، اثنين بالسند. عن الأوزاعي وعلي بن مجاهد عن عبد الأعلى بن ميمون عن أبيه إن معاوية قال في مرضه الذي مات فيه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كساني قميصا فرفعته وقلم أظفاره يوما فأخذت قلامته فجعلتها في قارورة، فإذا مت فالبسوني ذلك القميص وقطعوا تلك القلامة واسحقوها وذروها في عيني
وفي يعني في فمي، فعسى الله أن يجعل لي البركة، أن يرحمني. رحمة تنزل عليه، رحمة ما يتعذب ببركتها. ثم قال متمثلا بشعر الأشهب بن رميلة النهشلي. الآن هذا معاوية بن أبي سفيان يرجو الرحمة من ثوب النبي ومن قلامة أظافره. الرحمة ليس البركة، الرحمة غفران الذنوب بالرحمة. الآن هل معاوية مشرك أم هو موحد؟ طيب خليني أقدم سماحة الشيخ، لأنه ما أرد ولا بعدين؟ لا بعدين. بس شيخنا بقت تقريبا 4 دقائق، خل من كلمة حول التبرك. شيخنا بس أنا طبعا عندي تقريبا 20 مورد 30 مورد وكلها ألفت مصنفات، لكن الآن ما عندي وقت أتكلم بسرعة حول أن النووي خالف في مسألة. لا النووي ما خالف، النووي ما خالف. لا شوف شيخنا هذا مورد آخر أيضا يقول وفيه ماشي شيخنا، ما عندي، سأتكلم معك شيخنا بس عندي دقائق لسماحة الشيخ. وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم. هو لو كان النبي لقال فيه التبرك بآثار النبي، لكنه قال آثار النبي والصالحين. وفيه التبرك بآثار الصالحين، ما قال وفضل طعامه، وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما وفضل مؤاكلتهم. يعني ذولا منه، ذولا الصالحين، ومشاربتهم ونحن ذلك. وفيه ظهور آثار بركة الرسول، يعني تكلم عن بركة الصالحين وتكلم عن بركة الرسول. سبحان الله يا حاج وعد، سبحان الله. النووي أوقعك في حفرة، والله أوقعك في حفرة وأنت ما تشعر. طيب إن شاء الله الآن إن شاء الله الآن نوقع. شوف الآن شيخنا ما أنا شيخنا ضايقت بالوقت، وبعد شوي نشوف من يطب الحفرة، أنا لو أنت. تفضل شيخنا شيخ علي آل محسن سماحة الشيخ. كلامكم حاج وعد كلام صحيح، وكل من يفهم اللغة العربية يفهم هذا الذي قلته وتفضلت به. وأما من يقول خلاف ذلك أن هذا هو الرسول، لا يا شيخ علي اقرأ كلام النووي بتمعن. لحظة حاج وعد الآن في آخر كلام سيكون لك المجال للكلام. النووي يتكلم، لا داعي للمقاطعة. أبو عاشر ما عندي 3 دقائق بس للشيخ، الله يبارك بك. تفضل سماحة الشيخ. فكما قلت طبعا يريد أن يشوش هو. نعم. إما من يقول خلاف ما قلته حاج وعد في هذه المسألة، إما أنه لا يفهم اللغة العربية من باب الحمل على الصحة، أو مكابر. المسألة واضحة، صحيح المسألة واردة في حق النبي صلى الله عليه وآله، لكن تسري إلى غيره، لا مانع من سريانها إلى غيره. هذا ما يريده النووي. كذلك العيني في شرح صحيح البخاري قال الوجه الثاني في بيان وجه تتبع عبد الله بن عمر المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يستحب التتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها، ولم يزل الناس يتبركون بمواضع الصالحين، يعني مواضع النبي ومواضع الصالحين. هذا العيني، فلا بد أن يقول هو أيضا مبتدأ. ابن بطال قال في شرح صحيح البخاري إنما كان يصلي ابن عمر في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله على وجه التبرك بتلك الأمكنة والرغبة في فضلها. أيضا يقول ولم يزل الناس يتبركون بمواضع الصالحين وأهل الفضل. وكلمات علمائهم في هذا كثيرة، لكن كما تلاحظون إما أنهم لا يفهمون 30 ثانية شيخنا، 30 ثانية تفضل. إما أنهم لا يفهمون اللغة العربية، وإما أنهم يكابرون. طبعا ترجيح أنه يكابرون، وأكتفي بذلك. طيب شيخنا جزاكم الله خير.